أهلا يا جماعة. زي ما قلنا احنا بنتكلم في مجموعة الفيديوهات دي عن الداتا اناليسيس تولز في برنامج الاكسل. وكنا قلنا ان احنا عندنا مجموعة من الداتا اناليسيس تولز اللي ممكن نستخدمها مع برنامج الاكسل، واللي كل منها بتختص بوظائف معينة في عملية الاناليسيس. كنا اتكلمنا بالتفصيل في الفيديوهات اللي فاتت عن أداة الباور كويري، وعرفنا ان من خلالها ممكن نستورد جداول من مصادر مختلفة ونعمل عليها تعديلات، وبعدين ناخد الجداول دي ونعمل عليها تحليلات في اي برنامج تحليل ممكن نحتاجه او ممكن نستعمله. وبنكمل كلامنا النهاردة عن باقي ادوات التحليل في الاكسل، وبنتكلم عن أداة الباور بيفوت. كنا عرفنا في الفيديو اللي فات ايه هو الباور بيفوت، وعرفنا ان هو تقنية بتساعدنا في اننا ننشئ نموذج بيانات ونربط بين العلاقات بين الجداول في نموذج البيانات دي، وبتساعدنا ان احنا نعمل عمليات حسابية سواء بسيطة او معقدة على البيانات بتاعتنا. باستخدام الباور بيفوت ممكن نشتغل على مجموعات ضخمة جدا من البيانات، ونقدر ننشئ بينهم علاقات ونعمل عليهم عمليات حسابية. كل ده في بيئة الإكسل اللي احنا متعودين عليها. وكنا عرفنا ليه بنلجأ للباور بيفوت في العمليات الكبيرة واللي بتحتاج بيانات ضخمة ومعقدة، وما بنلجأش للتيبلز الستاندرد، البيفوت تيبل الستاندرد بتاعت الإكسل. وده لأننا في الباور بيفوت بنقدر نستورد بيانات من جهات مختلفة وبأحجام كبيرة، وده ما بيتوفرش موجود عندنا في الإكسل بيفوت تيبل، اللي هو بنتعامل مع جدول واحد وبإمكانيات محدودة. وكنا برضو في الفيديو اللي فات اتعرفنا على بعض التعريفات المرتبطة بالباور بيفوت، زي الداتا موديل والداكس والميجر. هنكمل كلامنا النهاردة عن الباور بيفوت ونبدأ نشوف ازاي ممكن نبدأ نستعمله، ازاي ممكن نبدأ نعمل له enabling في برنامج الاكسل بتاعنا، وازاي ممكن نستخدمه. اول حاجة هنشوف ازاي ممكن نعمل enabling للباور بيفوت في البرنامج الاكسل بتاعنا. احنا هنيجي نبص هنا هنلاقي التابس بتاعتنا اللي هي التابس بتاعت الاكسل الستاندرد مفيش فيها باور بيفوت هنا. فاحنا الباور بيفوت ده بيبقى موجود كاد انس جوه الاكسل، ممكن نضيفه او نشيله زي ما احنا عايزين. فعلشان نعمل له اضافه داخل برنامج الاكسل بتاعنا ويظهر كتاب موجوده جوه التاب مع التابس اللي موجوده هنا، فانا باجي اقول له بدوس على فايل. من الفايل بدوس على اوبشنز، ومن الاوبشنز بدوس على الاد انس. الاد انس دي بلاقي فيه تحت فيه حاجه اسمها مانج. مانج دي في اول الديفولت بتاعها اكسل اد انس، انا عايزه الكوم اد انس، وبقول له جو. بيديني لستة من البرامج او التولز اللي انا ممكن اضيفها على برنامج الاكسل بتاعتي، من ضمنها المايكروسوفت باور بيفوت فور اكسل. فانا بعلم عليه وبقول له اوكي. اول ما علمت عليه ودوست اوكي لقيت ان التاب بتاعت الباور بيفوت ظهرت عندي هنا في الشريط بتاع التابس بتاع الاكسل عندي، وبقت موجودة عندي جوه البرنامج. كده انا الباور بيفوت كتولز بقت موجودة عندي جوه برنامج الاكسل بتاعي، ابدأ اتعامل معاها واشوف ازاي ممكن استعملها. قبل ما نشوف ازاي ممكن نستعمل الباور بيفوت جوه الاكسل، احنا عندنا سامبل ثلاث ملفات اكسل، هم دول اللي هنستعملهم في الاكزامبلز بتاعتنا جوه الباور بيفوت. نبدأ نتعرف على السامبلز دي الاول. السامبلز دي هم ثلاث ملفات، واحد اسمه المبيعات، واحد اسمه العملاء، واحد اسمه الاصناف. المبيعات نفتحه نشوف هو ايه الكونتنتس بتاعته. هو زي ما احنا شايفين هو مجموعة من هو زي ما احنا شايفين هو تيبلز في مجموعة من العواميد: تاريخ البيع، رقم طلب الشراء، كود الصنف، كود العميل، اسم البائع، الكمية المباعة، سعر الشراء، وسعر البيع. فالملف ده بيمثل لي المبيعات لفترة معينة لشركة معينة. الاحظ هنا ان انا عندي كود الصنف وما عنديش اسم الصنف، عندي كود العميل وما عنديش اسم العميل. فهي الملف ده لوحده لو ظهر قدامي مش بيقدر يفيدني، او مش بقدر اطلع بيه بمعلومة كاملة عن الشغل بتاعي. هلاقي فيه ملفات تانية برضو معاه.
هلاقي السامبلز دي مجموعة معاها ملفات تانية زي الأصناف. هلاقي ملف الأصناف ده فيه كود الصنف واسم الصنف. فهنا أنا عندي كود الصنف واسم الصنف، وهنا أنا في ملف المبيعات في عندي كود الصنف بس. وبرضو في عندي من البيانات اللي هي السامبلز بتاعتي، عندي ملف للعملاء. هلاقي فيه كود العميل واسم العميل. طبعا بجانب كود العميل واسم العميل ده انا ممكن احط فيه اي بيانات تانية خاصة بالعميل، سواء تليفونات، ادرسز، اي بيانات ممكن تفيدني وتكون خاصة بكل عميل على حدة. لكن انا هكتفي في الشغل بتاعنا بكود العميل واسم العميل. فهلاقي ان انا عندي هنا كود العميل واسم العميل، وهنا برضو في ملف المبيعات كان عندي كود العميل بس. المفروض ان انا عايزه اعمل بقى نموذج بيانات او داتا موديل بالثلاث ملفات دول. فده اللي هبدا اعمله بالباور بيفوت، واشوف ازاي ممكن الباور بيفوت يفيدني في الموضوع ده. هبدا اقفل الملفات دي بعد ما تعرفنا عليها، ونبدا ندخل في الباور بيفوت ونشوف ازاي ممكن نستعمل. هدوس على التابس بتاعت الباور بيفوت، وهلاقي هنا مجموعة من التابس اتفتحت خاصة بالباور بيفوت. أول حاجة اسمها مانج، وبعدها مجموعة من التابس هنبقى نشوفهم واحنا شغالين. المانج دي بتعمل لي كرييشن للداتا موديل اللي أنا عايزة أشتغل عليه. فأنا بدوس على المانج. المانج دي بتفتح لي شاشة زي بتاعة الإكسل، قريبة جدا من بتاعة الإكسل، وفيها الجزء الهام جدا اللي في النص ده اللي اسمه Get External Data. فهي بتديني فرصة ان انا ابدأ استورد بيانات او اخد الداتا بتاعتي او الجداول بتاعتي من المصادر المختلفة دي. فاول حاجة بتقول لي from databases، يعني انا ممكن اخد البيانات بتاعتي من الداتابيز اللي مذكورة هنا. ممكن بتقول لي from other from data services، فهلاقي ان انا ممكن عندي ان انا اخد بيانات من الاو داتا او الداتا فيد اللي هي بتبقى بيانات على النت، وابدا استغلها في الشغل بتاعي. وهنا بتديني فرصة ان انا اخد الداتا من from other sources، زي original database مختلفة، وزي داتا فيد برضو حاجات من النت. واخيرا بلاقي ان انا ممكن اخد تكست فايلز زي اكسل او تكست. انا بالنسبه لي الداتا بتاعتي اللي انا عايزه استوردها هي اكسل فايلز، فعشان كده من بعد ما دوست على from other sources هدوس على اكسل فايلز واقول له next. هيبدأ يقول لي انت ايه الداتا او ايه الملف او ايه الجداول اللي انت عايزه تستورديها. فانا بدوس على براوز، وانا عندي هنا فتح لي الفولدر اللي فيه الملفات بتاعتي، وهبدأ استوردهم ملف ملف. هستورد اول واحد الاصناف، وهقول له use الفيرست رو as colon header. ادوس عليها، اعلم عليها واقول له هو سمهولي المنتجات. هو اسمه الاصناف طبعا، هو سمهولي المنتجات لان ده كان اسم الملف قبل كده فهو خزنه عنده. فانا ممكن اقول له دلوقتي بريفيو اند فلتر، على اساس ان انا اتاكد ان هو فعلا هو ده اسم، هو ده الملف اللي انا عايزاه. هلاقي فعلا ان هو ده الملف فيه اسماء المنتجات بتاعتي او الاصناف بتاعتي والكود بتاع كل صنف. بعد ما اتاكدت هقول له اوكي، واقول له هنا فينيش. هنا عمل لي سكسس 6 رو ترانسفيرد. هو كان فعلا في 6 روز، هو كده عمل لي امبورت للستة روز اللي موجودين في الملف. فهقول له كلوز. هلاقي اتفتح عندي هنا تاب اتفتح عندي هنا اسم الشيت او اسم الشيت اللي مفتوح اللي هو المنتجات، وهو في اسم كل صنف وكود الصنف بتاعي. ابدا اكرر العمليه مع باقي التيبلز اللي موجوده عندي، فهختار تيبلز تاني. برضو اعمل له براوز. انا اخدت الاصناف، هاخد العملاء واقول له يوز الفيرست رو از كولون، واقول له نيكست. جاب لي هنا العملاء وهقول له فينيش.
عمل لي برضو امبورت للسكس روز، اللي هم السكس روز بتوع الملف بتاع العملاء. اقول له كلوز، هلاقيه فتح لي تاب تانية هنا فيها العملاء. بقى عندي هنا الملفين، واحد للمنتجات او الاصناف وواحد للعملاء. اكرر نفس العملية مع التيبل الثالث، واختار الملف بتاع المبيعات، واقول له use الفيرست رو as column، واقول له next وفينش. كده عمل لي امبورت للتين روز بتوع المبيعات، بقوا موجودين عندي هنا في الباور بيفوت. هنا دلوقتي وبقى عندي هنا الثلاث ملفات: المنتجات، العملاء، المبيعات، وموجودين عندي في الباور بيفوت. انا دلوقتي عندي الثلاث ملفات دول، عايزة أبدأ أستعملهم عندي، أشوف هبدأ أستفيد بيهم إزاي مع الباور بيفوت. اول حاجه، انا دلوقتي عايزه الملف بتاع المبيعات ده، انا لما اجي ابص له عندي كود العميل وكود الصنف، وما عنديش اسم العميل واسم الصنف، فهي البيان بالنسبه لي او التيبل بالنسبه لي غير واضح ومش بيعبر عن حاجه. فانا عايزه اضيف اسم العميل واسم الصنف، علشان لما ابص لكل ريكورد يقدر يديني انديكيشن لحاجه معينه، ان انا اشوف كل عميل عمل لي اشترك من انهي صنف وبكميه قد ايه وبسعر قد ايه. فعلشان اجيب اسم العميل واسم الصنف، فانا هجيبهم من الجدولين التانيين. اسم العميل هجيبه من البيان من الجدول بتاع العملاء، واسم الصنف هجيبه من الجدول بتاع المنتجات او الاصناف. لو انا حاولت اضيف دلوقتي جدول كولون جديد واحطه فيه اسم العميل مثلا، هاجي هنا مثلا اقول له equal. فالفانكشن اللي بتخليني في الباور بيفوت اربط بين البيانات ببعضها وبتخليني اقدر اجيب بيانات من جدول لجدول اسمها related. فانا هقول له equal related. عايز هنا الكولون نيم. هو بدامي قلت له ريليتد، هو بيدور على بيان من جدول تاني غير الجدول اللي انا موجوده فيه، فهو مش لاقي حاجه، لان هو مفيش حاجه عامله ريليشن ما بين الجداول اللي موجوده عندي وبعضها. فانا قبل ما اعمل الريليتد دي واحاول اجيب اي بيان من اي جدول لجدول تاني، فلازم اعمل حاجه مهمه قوي، ان انا اعمل ريليشن ما بين الجداول. فهي الريليشن ما بين الجداول دي هي اول خطوه انا بعملها في الباور بيفوت، علشان تعمل لي تخلق لي النموذج بتاع البيانات او الداتا موديل اللي انا هقدر اتعامل معاه، واقدر اعمل له اناليسيس بعد كده في الباور بيفوت. فازاي ممكن اعمل ريليشن ما بين الجداول بتاعتي دي؟ ان انا هاجي هنا هقول له diagram view، هلاقيه فتح لي شاشه فاضيه فيها الثلاث جداول بتوعي. الاقي ادي الثلاث جداول بتوعي، انا ممكن احرك كل واحد منهم لو مكانه مش عاجبني، ادوس عليه واجي احركه كده في المكان اللي انا عايزاه. ده كده واجيب ده كده. انا دلوقتي عايزه اعمل ريليشن ما بين الثلاث جداول دول وبعضها. فانا علشان اعمل الريليشن دي، فانا مطلوب لازم يكون عندي زي ما قلنا، يكون في كود مشترك او فيلد مشترك ما بين كل جدول والجدول التاني اللي انا عايزه اعمل له ريليشن. فهنا انا هربط او هعمل ريليشن ما بين كود الصنف في المبيعات وكود الصنف في المنتجات. فلو انا عملت ريليشن، ازاي هعمل الريليشن؟ ان انا اجي واقوم عامله خط ما بين كود الصنف في المنتجات وكود الصنف في المبيعات، فهلاقيه عمل لي خط ما بينهم، وده دليل على ان هو ربط الجدول بتاع المنتجات بالجدول بتاع المبيعات. معنى بتاع هنا واحد وهنا استرك دي، ان هو هنا الكود ده موجود هنا يونيك مرة واحدة بس، يعني الكود ما بيتكررش جوه الفايل بتاع المنتجات، لكن هنا ممكن يتكرر عدد لا نهائي من المرات. فده معنى انه دي معناها 1 to infinity، ان فالريليشن دي تبقى ناجحه لو انا هنا الكود ده ما بيتكررش
لكن الكود ده هنا ممكن يتكرر عدد لا نهائي من المرات، فكده دي ريليشن ناجحة تبقى واسمها 1 to infinity. لكن لو انا عندي هنا الكود ده بيتكرر، كود الصنف ده اتكرر اكتر من مرة، فكده الريليشن ما تبقاش ناجحة وما يقدرش يعملها لي بالشكل الناجح وينفذها لي بالشكل اللي انا عايزاه. بنفس الطريقة انا عندي هنا كود العميل، وعندي هنا برضو كود العميل، فهنا ده كود مشترك ما بين الملف بتاع العملاء والملف بتاع المبيعات، فهاجي اعمل ريليشن ما بينهم بالمنظر ده. فبرضه هيعمل لي دي 1 to infinity، بمعنى ان هو كود العميل ده ما بيتكررش في الملف بتاع العملاء، هو موجود مرة واحدة بس، فكل عميل ليه كود واحد ما بيتكررش. وهنا موجود ممكن الكود ده يتكرر بعدد لا نهائي من المرات، فكده برضو ريليشن 1 to infinity ريليشن ناجحة. كده انا عملت ريليشن ما بين الجداول بتاعتي، وبدأت كده يبقى عندي نواة الداتا موديلنج او نموذج البيانات بتاعي. ابدأ بقى اشوف ازاي ممكن استفيد من الداتا موديل ده في الشغل بتاعي. ابدأ اقول له داتا فيو علشان اخرج من الشكل بتاع الدياجرام فيو، فرجعت للداتا فيو، وهنا عندي ده الملف بتاع المبيعات. ابدا دلوقتي تاني اضيف عمود ده هسميه اسم العميل. هبدا اجيب اسم العميل ده منين بقى؟ هبدا اجيب اسم العميل ده من الملف اسمه العملاء. هو بدل ما انا عملت اد لكولون جديد بيحط لي بيبقى عارف ان انا هكتب له فانكشن معينه، فبيكتب لي في الاول علامه الايكوال زي في الاكسل اللي طبيعي اللي احنا نعرفه. فانا هاجي اولا لما اجي اكتب اي فانكشن في الاكسل او في الباور بيفوت، لازم اتاكد ان انا موجوده على اللغه الانجليش مش موجوده على اللغه العربي، علشان ده طبعا اللغه العربي هو مش بيقبلها في الفانكشن. فانا دلوقتي على اللغه العربي، فلازم اتاكد ان انا حولت للانجليش وبقيت في اللغه الانجليش. هاجي هنا وابدا اكتب له related. قلنا related دي هي الفانكشن اللي بتخليني استدعي اسم فيلد معين او اسم حقل معين من جدول تاني. انا هقول له related. لقيت دلوقتي الموضوع اختلف. قبل ما اعمل الريليشن ما كانش شايف حاجة خالص، لكن بعد ما عملت الريليشن بدأ يشوف ان دلوقتي الحاجات المختلفة اللي انا ممكن اعمل لها ان انا ممكن اضيفها عندي هنا. انا دلوقتي عندي اسم العميل، اسم العميل ده موجود في الملف بتاع العملاء، فبدوس عليه، وبيبقى مهم ان انا في الاخر لازم اقفل القوس بتاعي وادوس انتر. كده طبعا واضح ان انا في فرق ما بين قبل ما بعمل الريليشن وبعد ما عملت الريليشن. قبل ما بعمل الريليشن ما كانش شايف خالص الملف بتاع العملاء ولا الفيلد اللي موجودة فيه، لكن بعد ما عملت الريليشن فعلا شاف الملف بتاع العملاء واداني اسماء الحاجات اللي موجودة فيه، وانا اخترت اسم العميل وفعلا جاب لي هنا اسم كل عميل طبقا للكود بتاعه اللي موجود هنا. برضو اكرر نفس الموضوع بالنسبة لاسم الصنف. فهاجي هنا وادوس على اد كولون عشان اضيف كولون جديد، انا هسميه احول عربي اسميه اسم الصنف. برضو انا هكتب هعمل الايكويشن الجديدة بريليتد، ولازم اتاكد برضو ان انا على الانجليش علشان يقدر يقبل مني الايكويشن. ريليتد كده جاب لي الملف بتاع المنتجات او الاصناف ومعاه اسم الصنف، فانا هختاره وبرضو اقفل هنا القوس. هلاقيه فعلا جاب لي كل اسم كل صنف طبقا للكود اللي مرتبط بيه. طبعا لو احنا عايزين نبقى نراجع بعد كده نتأكد ان هو فعلا اسم العميل كل اسم عميل ده مرتبط بالكود ده صح، واسم الصنف مرتبط بالكود ده صح، فاحنا ممكن نبدأ نتأكد من الموضوع.
كده انا عملت اول افاده من الريليشن او الداتا موديلنج بتاعتي، ان انا قدرت ابدا، ان انا قدرت اربط ما بين الجداول مع بعضها وما بين الفيلز اللي موجوده في كل الجدول مع بعضهم، بحيث ان انا بقى عندي ملف واحد بيجمع كل البيانات، وهو ده الداتا موديل اللي انا هبدا استعمله في الخطوات الجايه.